اهلا بيكم فيديو جديد. انا صيدلي اتخرجت من كليه صيدله في مصر وبشتغل في المانيا كصيدلي بقالي حوالي 6 سنين. من سنتين قررت اغير مجالي تماما وابدا ادرس ماجستير في مجال المعلوماتيه الحيويه، وقررت اعمل الفيديو ده علشان اتكلم معاك عن ايه هو مجال المعلوماتيه الحيويه او البايوانفورماتكس، ايه مجالات الشغل المتاحه لو انت قررت تدرس المجال ده، ليه فكرت ان انا اسيب شغلانه مستقره زي شغلانه الصيدلي في المانيا علشان اروح ادرس مجال تاني اللي هو المعلوماتيه الحيويه، وايه كل فرص الشغل والمرتبات في مجال زي دوت في المانيا. يمكن تستفاد من تجربتي وفي اخر الفيديو تقدر تقرر لو انت بتفكر ان انت تسافر المانيا تشتغل كصيدلي او تكمل دراسه في مجال تاني اذا كان الحاجه دي تنفعك ولا لا. لا اول مره نتقابل، اهلا، انا اسمي محمد ابو زيد. طيب انا خريج صيدله، درست صيدله في مصر، بعدها اتعلمت الماني في اخر سنه في الكليه علشان بعد ما اخلص اسافر المانيا واشتغل في المانيا كصيدلي. بعد ما جيت هنا عملت المعادله وقعدت اشتغل فتره كصيدلي، وبصراحه ما كنتش عايز افضل اشتغل في صيدليه عامه على طول. صيدليه عامه اللي هو يعني صيدليه عاديه. في طبعا تخصصات كتير للصيادله، على فكره انا عملت فيديو بيشرح ايه مجالات الشغل ليك كصيدلي هنا في المانيا لو انت صيدلي ومهتم، فهحط الفيديو في صندوق الوصف. المهم ان انت عشان تشتغل في مجالات تانية غير ان انت تشتغل مثلا في صيدليه عامه او يعني صيدليه مستشفى صغيره في المانيا، بقيه المجالات التانية ممكن يبقى فيها منافسه شويه، فده معناه ان انت مش كافي ان انت يكون بس معاك بكالوريوس او مزاوله مهنه الماني، بس انت محتاج يعني مؤهل زياده تحطه على الترابيزه علشان انت هتلاقي ان في سبوت او يعني مكان معين في اي تخصص وفي ناس كتير بتقدم عليه، وانت لو مقدم مثلا مع صيادله المان فانت غالبا هيبقى فرصتك اقل، فانت محتاج ان انت تزود مؤهل زياده دوت على اختلاف الحاجه يعني اللي انت بتقدم عليها، بنتكلم بشكل عام. فانا فكرت ايه هو المجال اللي بيجمع بين 3 حاجات اساسيه اللي بيدور عليها اي حد يعني في الشغل، مجال انا اكون بحبه، حاسس ان انا شاطر فيه، وفيه فلوس كويسه وسوق عمل كبير، يعني انت تلاقي فيه وظائف كتير بسهوله وفي نفس الوقت بتعمل فيه فلوس كويسه. بالتالي دي العوامل الاساسيه بتاعت اي حد بيدور على شغل، وعلى اساسه قررت ادرس ماجستير في مجال المعلوماتيه الحيويه او البايوانفورماتكس. انا في الاول كان عندي فكره بسيطه عن البايوانفورماتكس عشان خدنا فكره كده واحنا في الكليه ايه هي البايوانفورماتكس واحنا بندرس مايكروبيولوجي. المعلوماتيه الحيويه هو ببساطه مجال بيجمع البيولوجيا مع البرمجه وعلم البيانات، زي مثلا تحليل الدي ان ايه، دراسه الامراض الوراثيه، استخدام الذكاء الاصطناعي دلوقتي يعني بقى ترند كبير جدا في ان انت تحل المشاكل البيولوجيه او المشاكل الجينيه. وفي اخر يعني 10 15 سنه البيانات البيولوجيه بقت ضخمه جدا، ومجال البايوانفورماتكس بقى بيكبر يعني كل شويه في اخر 10 15 سنه لحد ما بقى في فروع حتى كتير جدا تحت بايوانفورماتكس بس، يعني مفيش حد بيتخصص بس بايوانفورماتكس. المهم ان هو يعني مجال بيتطور بسرعه جدا علشان ببساطه التكنولوجيا بتتطور والمشاكل اللي الكمبيوتر ممكن يحلها بقت اكتر عشان بقى عندنا داتا كتير جدا عن الجينوم مثلا او بيولوجيا جزئيه. كل ده بشكل عام. طيب لو انت عايز تشتغل في المجال ده، هو ده قريب من الصيدله اصلا؟ الاجابه لا، يعني هو بعيد عن الصيدله. ده مثلا في المانيا بقى له كتير بقى بيدرس كبكالوريوس او ماجستير، يعني انت ممكن تدرس بكالوريوس بايوانفورماتكس بس كان ماجستير لو انت عايز، او دكتوراه او ماجستير بعدها دكتوراه يعني المنطقي اكتر. بس هو اسمه بالانجليزي يعني انتر ديسيبليناري فيلد، معناه ان هو مجال بياخد الناس اللي دارسه كمبيوتر ساينس او يعني حاسب آلي وطب او بيولوجي او بايوتكنولوجي، التخصصات دي كلها اللي هي علوم حيويه، وبيجمعوا مع بعض او يعني كل واحد بيجمع الناقص عنده علشان هو يتخصصوا في الحاجه دي، عشان هو في الاخر انت بتقعد قدام كمبيوتر وتبقى عايز تحل يعني مشكله بالكمبيوتر. يعني انت معظم اللي انت بتعمله ان انت شغل كمبيوتر، برمجه وغيره، يعني برمجه وحاجات تانية، رياضه واحصاء وحاجات زي كده، بس في الاخر انت محتاج تبقى فاهم المشاكل اللي انت بتحلها، يبقى عندك الخلفيه البيولوجيه كفايه ان انت تحل المشاكل دي. وده لو انت مثلا دارس صيدله او دارس طب او دارس مثلا علوم بايوتكنولوجي، فانت يبقى عندك المعلومات الكافيه بيولوجيا، تبقى انت بس عايز تدرس انت كمبيوتر ساينس، يعني انت تعتبر نفسك ان انت رحت تدرس حاسبات بس كل التطبيقات اللي انت بتشتغل عليها هي تطبيقات في تخصص الصيدله او الطب يعني بشكل عام. وليه انا عملت كده؟ عشان انا بحب البرمجه وبحب الرياضه وما كانش عندي مشكله ان انا اشتغل في الحاجه دي، وده كان اقرب حاجه ليا كصيدلي ان انا اكمل دراسه فيها، وهي ليها مستقبل في دوله مثلا زي المانيا يعني او في اوروبا، في شغل كتير علشان عدد الخريجين اقل كتير من اللي السوق محتاجه. مرتبات المتخصصين في مجال البايوانفورماتكس بتبدا من 50 ل 60 الف يورو في السنه، على حسب طبعا المكان وعلى حسب انت بتشتغل بتعمل ايه والمهارات اللي عندك قبل كده، سواء انت مثلا دارس ماستر بس يعني ماجستير بس، او انت اتعلمت مثلا لوحدك او طبقت ده في تدريب معين. بس المنطقي ان انت لو مش دارس اي حاجه فيها بايوانفورماتكس او معلوماتيه حيويه ان انت تروح تدرس برنامج دراسي، يعني ما عادش حد بيعين حد من غير اي حاجه كده ان هو بس يعني دارس مثلا طب او صيدله من غير ما يكون معاه درجه علميه. المرتب اللي احنا سائلينه ده مرتب حد جونيور يعني لسه بادئ، بعد كده لما انت بتطور من نفسك تبقى يعني تاخد خبره معينه، فانت بتبدا تتنقل ما بين الشركات او ان انت تطور من نفسك فتتفاوض على مرتب اعلى وكده يعني. طيب على افتراض ان انت درست بايوانفورماتكس زي وبعد كده عايز تدور على شغل، مجالات الشغل فين؟ ممكن تشتغل في جامعات في البحث العلمي، في شركات الادويه او شركات البحث العلمي برضو، او شركات البايوتكنولوجي، ممكن تشتغل في شركات البرمجيات او الاي تي اللي
تعمل تطبيقات بايو انفورماتكس، يعني تطبيقات مثلا على برضو امراض او ادويه او غيرها او برامج تشخيصيه، او تشتغل في مجال علم البيانات او داتا ساينس، وده يعني مجال اوسع شويه يطول شرحه. في مجالات تانية كتير ليها دعوه بالذكاء الاصطناعي في الطب وغيرها، بتعرفها كلها لو انت فعلا خدت خطوه جد في سكه ان انت تدرس بايو انفورماتكس، بتعرفها يعني مع الوقت وانت بتدرس. طيب نيجي السؤال المهم بقى، ان انت لو فعلا عايز تاخد خطوه زي دي وتدرس بايو انفورماتكس تعمل ايه؟ انا لو مكانك لو عايز اخد قرار زي دوت، قرار زي ان انت مثلا تدرس ماجستير في سكه معينه، ان انت تسال نفسك هل انا فعلا عايز اعمل ده ولا لا؟ يعني عشان الدراسه مش سهله، دراسه ماجستير هتحتاج برضو مجهود منك لحد ما تخلص وتعلم حاجات مهارات منها كلها يعني غالبا هتكون لسه جديده عليك ما اتعلمتهاش قبل كده. هل انت حابب تتعلم حاجات كتير فيها رياضه، فيها برمجه، فيها تعامل مع الكمبيوتر لفترات طويله وتقعد تحل مشاكل؟ يعني هو حل المشكلات ده جزء يعني يمكن 70% مثلا من اي شغل انت او تطبيق انت بتطبقه، ان انت يبقى عندك حاجه واقفه وانت مش عارف ايه السبب او مش عارف المشكله دي تحل ازاي، وان انت يبقى عندك صبر كافي على المشكله دي لحد ما تحلها. وده يعني ما فيش منه ذكاء قد ما هو يعني مثابره، ان انت اوكي يعني هو ده جزء من البروسيس وانا محتاج ان انا اقعد بس اصبر واسال ده واسال يعني مش بس تشات جي بي تي بس، اسال ناس تانية كان عندهم خبره، عشان في مثلا حاجات كتير في المجالات اللي هي لسه جديده دي مفيش ناس كتير تعرف عنها يعني، فتلاقي برضه تشات جي بي تي مش عارف قوي الحاجه اللي انت بتعملها على سبيل المثال. فلو انت يعني حاسس ان انت عندك القابليه ان انت تمشي في الحاجه دي، مش دراسه تزهقك او تحس ان انت مجبر على الحاجه اللي انت بتعملها، فده يعني هيبقى في بتهيألي اهم يعني قرار ان انت تفكر فيه مع نفسك قبل ما تاخد خطوه الدراسه. لو الاجابه على السؤال ده ما عندكش مشكله، فهتبقى اول خطوه ان انت تقدم على برنامج دراسي هنا في المانيا. انا حاليا قربت اخلص الماجستير بتاعي في البايو انفورماتكس هنا في المانيا، اقدر اديك معلومات عن المانيا مش عن دول تانية في اوروبا، بس انا عملت فيديو عن ازاي تدرس بايو انفورماتكس في المانيا، هحطه هنا برده في صندوق الوصف. الفيديو ده فيه زي فهرس فيه كل البرامج الدراسيه اللي بتدرس بايو انفورماتكس او معلوماتيه حيويه في المانيا، سواء بالانجليزي او بالالماني، بكالوريوس وماجستير. كل اللي عليك ان انت تتفرج على الفيديو، هتمشي يعني حط فيه حتى الخطوات، هتلاقي البرامج زي ما هي وتشوف مواعيد التقديم بتاعتها فين وتقدم عليها. لو تفكر ان انت تبدا لوحدك لحد ما تمشي في برنامج دراسي او تعمل تدريب، فانا هحاول اعمل فيديو فيه خريطه مفصله ازاي ان انت تبدا تذاكر بايو انفورماتكس لوحدك. هحطه برده في صندوق الوصف القناه بتاعه طالب دكتوراه اسمه محمد عبد الفتاح، هو ده طالب مصري شاطر في البايو انفورماتكس، بيعمل فيديوهات كتير على اليوتيوب عن المعلوماتيه الحيويه. هو تقريبا بيعمل دكتوراه دلوقتي في اسبانيا لو انا متذكر صح، هو مش صاحبي بس هو انا كنت بتفرج عليه، وهو برده المحتوى بتاعه يعني كويس لو انت عايز تتعمق اكتر في مجال المعلوماتيه الحيويه، وده اعلان غير ممول على فكره. لو انت عندك معلومات زياده عن مجال المعلوماتيه الحيويه او بتفكر ان انت تدرس المجال ده، ممكن تقول لي في الكومنتات، هتبسط جدا. لو تعرف حد بيفكر يدرس المجال ده، ممكن تبعت له الفيديو علشان يستفيد بيه، وممكن تشترك في القناه علشان تشوف الفيديوهات الجايه وتحفزني ان انا اعمل فيديوهات اكتر. بس واشوفكم فيديو جديد.